السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم هدير من قناة بنت من البنات. انا رجعت لكم النهارده بفيديو مختلف شوية عن جهاز العروسة والمشتريات والحاجات دي. ده الفيديو ده ازاي تعملي قناة على اليوتيوب، بناء على طلب صديقة حبيبتي آية أيوة من القناة. طلبت ان هي عايزة تشوف ازاي تعمل قناة على اليوتيوب. فانا معلش يا آية اتأخرت عليكي شوية، بس انا اول حاجة صورتها لك اهو. فانا هسكب بقى عشان مي ان شاء الله هي اللي هتعمل لكم الفيديو النهارده. اشوفكم بقى في فيديوهات تانية، ويلا بقى مع مي. خش يا مي. مساء الخير يا جماعة. أنا النهاردة هقول لكم ازاي نعمل قناة على اليوتيوب. أول حاجة لازم يكون عندنا ايميل على جوجل جيميل. الخطوة الأولانية ان احنا يكون عندنا ايميل، فأنا هبدأ معاكم بالخطوة الأولانية. الناس اللي عندها ايميل على الجيميل ديت تصبر معايا من الخطوة التانية. الخطوة الأولانية دلوقتي أول حاجة هنفتح على جوجل، نكتب إنشاء حساب على الجيميل. ماشي، ونضغط كده انتر. بعد كده هندخل على اللينك بتاع انشاء حساب في جوجل اكاونتس ده. ماشي. هيطلع لنا كام خانة كده، هنتك مثلا هنقول اول الاسم مثلا، او الاسم الاول هدير مثلا. هدير اهو. الاسم الاخير اسم الاب، او اسم مثلا الاخير العيلة او حاجة. المهم الاختيار اسم المستخدم دي بقى اللي هو بيقول لك بمعنى اصح الاسم العنوان اللي انت هتخشي عليه. ماشي اهو. بعد كده انشاء كلمة مرور، اكتبي بقى كلمة المرور بتاعتك. يعني انت عايزة كلمة المرور بتاعتك مثلا لازم يكون فيها حروف، وانا بعملها على طول. مثلا حرف كابيتال وحرف سمول، مثلا اتش اهو كابيتال، بعدين نعملها سمول. ومثلا الارقام بتاعتك اللي انت عايزاها، وتحفظي طبعا الباسورد بتاعك. بعد كده هتكرري نفس الباسورد اللي انت عملتيه دلوقتي فوق في الخانة اللي فوقيها. هنعمل بعد كده نفس الباسورد اهو. بعد كده في الخانة اللي بعدها بيقولك تاريخ الميلاد. مثلا انا تاريخ ميلادي 12 الشهر مثلا يونيو، السنة 1994. الجنس طبعا أنثى. الهاتف بقى انتوا يعني اي رقم هاتف اللي انت عايزاه، بس تبدأي لو انت 0 12 اكتبي 12 على طول، لو 0 10 اكتبي 10 على طول، ما تكتبيش زيرو يعني من الاخر. بعد كده في الخانة اللي بعد كده هيقولك اعملي عنوانك البريد الحالي، اي عنوان بريد بقى بتاعك بتاع زمان اختك او حاجة. بعد كده في الاخر خالص هنلاقي كلمة، خانة مكتوب فيها الخطوة التالية، هنضغط عليها. هيجي بعد كده الخصوصية والبنود. الخصوصية والبنود دي بيقولك يعني ان انت عارفة خصوصية والبنود بتاعة جوجل. هنكتب اوافق، هنضغط على اوافق. ماشي. ده بيقولك خلاص انت الايميل بتاعك كده، خلاص انت عملت الايميل بتاعك وكل حاجة تمام اهو. ماشي، يبقى كده الخطوة الاولانية ان احنا عملنا ايميل على الجيميل. بعد كده هنكتب في هندخل على اليوتيوب مثلا اهو. دخلنا على اليوتيوب، في اللينك نكتب فوق ادي اليوتيوب اهو. دخلنا على اليوتيوب عادي زي ما بندخل. ثواني بس عبال ما النت يدخل. هنيجي هنا في الخانة هنا في الجنب، هتلاقي بصي في الجنب هنا اهو كلمة تسجيل والسهم، ادي تسجيل الدخول. نضغط على كلمة تسجيل الدخول عشان النت بس. اه، هو كده دخل بالايميل اللي احنا عملناه، اللي هو كان ايه، كان هدير محمد. ماشي. خلاص ندخل بقى في الجنب كده، بس تعالي هنا بص هقرب لكم الصورة اكتر. في هنا علامة الضبط، هنضغط على علامة الضبط دي. ماشي. هتيجي بعد كده هيظهر لنا الصفحة دي. هنيجي في ابص اقرب لكم هنا في كلمة انشاء قناة، هنتك على كلمة انشاء قناة. هيحملك، هيبقى عايزة اسم القناة بتاعتك يبقى اسمها ايه. مثلا انا عملتها هدير باسمي مثلا، او باسم هدير هدير مثلا محمد. وفي خانة تحت هنا اهي مكتوب اسم انشاء قناة والغاء. احنا طبعا انشاء قناة لسه ما عملناش حاجة، بعد كده انشاء قناة لحد ما ينتقلك على كده. كده انت عندك قناة خلاص.
في بقى بعد كده خطوات تانية لازم انت تعمليها، من ان انت بتثبتي ملكية القناة. بعد كده بتحققي الدخل علشان القناة تبقى فيها فلوس بعد كده لما يعني تتشهر او حاجة. فده هيبقى، بصي انا عايزاكي بس تقربي. ده شكل القناة. انا كده عندي قناة، يعني انا كده عندي قناة. بس لسه بقى في ازاي انا اعمل تحقيق دخل، ازاي اربطه بجوجل ادسنس، ولازم اعمل كل ده في الخطوة التانية. وان شاء الله اعمله لكم في الفيديو الجاي، وهيبقى اسرع من كده كمان ان شاء الله.